من احلى واشيك واطعم الوصفات اللي انت ممكن تعمليها في بيتك. هنعمل مندي الفراخ بطريقة سهلة جدا جدا جدا. لو انت اول مرة تشوفيني، انا ياسمين سعيد من مطبخ ياسمينة. مندي الفراخ يا جماعة، اهم حاجة فيه التتبيلة بتاعته. التتبيلة عبارة عن ايه؟ معلقة صغيرة من كل حاجة: ملح، فلفل اسود، قرفة، جنزبيل، بابريكا، 7 بهارات، زعفران، ولون طعام احمر. انزلي بكل المكونات دي كده في الطبق، عليهم نص فنجان من الزيت، وبعدين هتضيفي عليهم شوية من مية البصل، بتديها طعم وريحة حلوين جدا. انا ما ضفتهمش في الفيديو ده، بس انا ما جربتها بعد كده كان حلو جدا، وكان مديها تست حلوة قوي قوي. فجربي وحطي معاها شوية من مية البصل. معانا فرخة وزنها كيلو و600 جرام، ما تزيدش عن كده. لو هتزودي حجم الفرخة دي يبقى هتزودي مدة التسوية. هننزل بقى بالتتبيلة الخطيرة ديت، وهنبدأ ان احنا ندعك الفرخة كويس جدا، وندخل التتبيلة في كل حتة في الفرخة. طيب احنا لو سيبنا الفرخة ديت ليلة كاملة في التتبيلة دي، انتي هتدوقي احلى واطعم فراخ دقتيها في حياتك. طيب ممكن لو انتي مستعجلة ممكن تسيبيها ساعتين. اهم حاجة في الموضوع كله انك انتي تسيبي الفراخ متبلة المدة ديت يا جماعة، هتديها طعم حلو جدا وهيفرق جدا في طعم الفراخ. تبلنا كده الفراخ وخلصناها واديناها تتبيله في كل حته بالمنظر اللي انتوا شايفينه دوت، بقت خطيره. هنجهز بقى طاجن، والطاجن ده انا جبته علشان الاكله كلها تتعمل في نفس الطاجن اللي قدامك، ومش هنوسخ اي حاجه، والاكله كلها تتعمل في حاجه واحده. فبعد ما جبت الطاجن، جبت نص كيلو من الرز البسمتي، نقعته حوالي ساعه في ميه سخنه، وبعد ما نقعته في الساعه دي صفيته، وهنزل بقى بالرز في الطاجن دوت، وهبهره بايه؟ معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود، ورق لورا، قرفه، لومي، حبهان، قرنفل. انزلي بالحاجات الجميله ديت كده. بصي اصلا هتديها ريحة فظيعة، وبعدين هتبقى سهلة معاكي جدا بعد ما الرز يستوي انك انتي تشيليها من الرز. خلاص كده نزلنا بقى بالتوابل الخطيرة ديت. الرز انا هحط له المية يا دوبك على وش الرز، علشان انا نقعته حوالي ساعة يا جماعة في مية سخنة، فهو مش محتاج أكتر من مية عادية كأننا بنعمل رز مصري. طبعا المية اللي هننزل بيها على الرز تكون مية مغلية، لازم تكون مية مغلية. حطينا كده المية زي ما انت شايفاها كده، مش هحط اي مادة دهنية، انا هحطها في الخطوة اللي جاية وهوريها لك انا هحطها ازاي. هنغطي بقى الطبق بتاعنا الجميل دوت بورقتين من الفويل، لازما ورقتين مش ورقة واحدة. ليه؟ لان انا هحط الفراخ على وش الفويل دوت، فعشان يستحمل الفراخ لازما احط طبقتين من الفويل، وهبدأ ان انا اعمل فتحات صغيرة بالسكينة زي ما انت شايفة كده، عشان الفراخ كل ما هتستوي وتنزل العصارة بتاعتها والمية بتاعتها تنزل جوه الرز، وتدينا طعم حلو جدا، وهتدينا لون احلى واحلى. حطيت كده الفراخ خلاص، هكمرها كويس جدا بورقة فويل كمان، علشان الموضوع كله هيستوي على البخار. يعني انا مش هحط اي حاجة، كل الموضوع هيستوي، الفراخ كلها تستوي في البخار، فلازم تغطيها وتكمريها كويس قوي. مدة التسوية هتبقى ساعة. هنحطها على الشبكة ونقيد عليها النار من تحت بس، مش هنقيد الشواية خالص، هي مش هتحتاج اي شواية منك. هتبدأي انك انت تسيبيها بعد الساعة دي، هتطلعيها هتشوفيها هتلاقيها مستوية 100% على وزن الفراخ اللي انا قلتلكوا عليه. لو كبرتي الفرخة هتزودي المدة عن ساعة، مش هتبقى ساعة بس. خلاص كده شلنا بقى البهارات، وشلنا اللومي، وشلنا الورق اللورا. هنحط بقى معلقة سمنة بلدي حلوة كده على الرز، وهنديله تقليبة. الرز شوفوا لونه بقى عامل ازاي، مش محتاج اي لون ولا محتاج اي حاجة، بقى مفلفل وخطير ومستوي جدا. والفراخ طبعا كانت مستوية معانا كيلو ونص يا جماعة، قعدت ساعة، مش هتاخد وقت خالص في التسوية. وبعدين جبت لها فحمية، حطيتها عليها وغطيتها بقى بورقة فويل كده عشان تديها ريحة حلوة. وبعدين بعد ما الفحمية خلاص تديها الريحة، هنشيل الفحمة، وهيبقى معانا أحلى طبق مندي. بجد الطبق دوت تعالي اشتريه من بره بأسعار خيالية، اعمليها في البيت، ما تشتريهاش من بره، وده الشعار بتاعنا. أنا لحد دلوقتي بعمل لك كل حاجة ممكن تشتريها. والفراخ بصوا دايبة دوبان ومستوية ازاي. لو عجبك الفيديو دوسي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنسيش تسيبي كومنت حلو زي كده بالظبط.